رضا عبد العال يثور غضبا في مدرب الزمالك بعد مباراته مع المقاولون العرب، ويفاجئ الأهلي بعد الفوز على سموحة. شاهد ماذا قال. وقبل ما ندخل في تفاصيل الخبر، لو انت أهلاوي أصيل اضغط لايك واشترك في القناة لنرى كم عدد محبي النادي الأهلي. بعد فوز الأهلي على سموحة ليتربع على عرش الدوري، فقد صرح رضا عبد العال بعد هذه المباراة وقال: أنا كنت الأول بقول كولر ده ما بيفهمش حاجة في التدريب، بس طلعت أنا اللي غلطان، وأنا بصراحة اللي ما بفهمش وعمال أفتي على الفاضي. كولر بصراحة مدرب محترم وغير نظريتي تماما. الراجل غير شكل الأهلي من أصله، من فرقة دفاعية لفرقة هجومية، وغير الشكل اللي كان بيلعب بيه موسيماني مع الأهلي. وأنا بقول للأهلاوية اطمنوا، إن شاء الله الأهلي هيفوز على الرجاء المغربي. الأهلي بصراحة شكله اتغير خالص بعد كأس العالم للأندية، وخاصة الخط الهجومي اللي فيه بيرسي تاو ومحمد شريف وكهربا وحسين الشحات. بصراحة الرباعي ده هو اللي مكسر الدنيا مع النادي الأهلي، وتألق الرباعي ده بفضل اللي بيعمله مارسيل كولر. أما الكفتاجي الجديد بتاع الزمالك اللي جايبه لنا مرتضى منصور، أنا شايفه إنه مقدمش أي حاجة في مباراة المقاولين، وما تقنعنيش بقى إنه لازم يقعد 10 مباريات عشان نحكم عليه. الجواب باين من عنوانه. طبعا مرتضى منصور هيطلع يهاجمني زي ما طلع يهاجمني المرة اللي فاتت، وقال عليا إن أنا ما بفهمش كورة عشان انتقدت سامسون نداي وعمرو جابر ودونجا والزناري، الصفقات الفاشلة اللي جابها لنا. أنا ما بخافش منك يا مرتضى، وهقول كلمة الحق. ولو اللعيبة دي ادت في الملعب أنا هطلع أعتذر زي ما اعتذرت لمارسيل كولر. بس أنا شايف وجماهير الزمالك كلها شايفة إن اللعيبة دي ميتة من زمان، والمدرب الجديد ده عامل شوارع في خطوط الزمالك. ده كل هجمة للمقاولين بقينا نحط ايدينا على قلوبنا. هو في كده في الكورة يا مرتضى؟ وختاما، لا تنسى ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله، ولايك واشتراك للقناة حتى يصلكم منا كل جديد.